ድምፂ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ድምፂ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ብትግርኛን ዓረብኛን ዝቃላሕ ድምፂ ሓርነትን ፍትሕን ዲሞክራስን ልዕልና ሓግን ኣብ ኤርትራ صوت إريتريا الديمقراطية صوت ينادي بالحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون في إريتريا يبث باللغتين العربية والتجرينية. مستمعينا الأفاضل، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نحييكم من صوت إريتريا الديمقراطية ونقدم لحضراتكم كلمة الإذاعة بمناسبة الذكرى 58 لثورة الفاتح من سبتمبر المجيدة. يحتفل الشعب الإريتري بالذكرى 58 للكفاح المسلح الذي انطلقت شرارته الأولى في الفاتح من سبتمبر عام 1961، وتأتي ذكرى انطلاقة الكفاح المسلح هذا العام والشعب الإريتري يمر بظروف بالغة التعقيد، ولا يسعنا بهذه المناسبة المجيدة إلا أن نحيي جماهيرنا الإريترية في الداخل والخارج وكافة القوى الوطنية المناضلة. لقد خاض الشعب الإريتري في خمسينيات القرن الماضي نضالا سلميا من أجل نيل حقوقه الوطنية والإنسانية، وذلك تحت راية القوى والأحزاب السياسية القائمة آنذاك، والتي بدورها شكلت إطارا سياسيا جامعا هو الكتلة الاستقلالية. كان للاستعمار البريطاني من جهة ولنظام هيلي سلاسي التوسعي والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى موقف مناهض لتطلعات شعبنا العادلة والمتمثلة في إقامة دولته المستقلة والموحدة، وذلك لتحقيق أطماعهم الاستعمارية في منطقة حوض البحر الأحمر. وفي سبيل تمرير مخططاتها حاولت هذه القوى جاهدة على إحداث شرخ وسط الشعب الإريتري على أسس دينية وإقليمية وقبلية، بل كانت تنوي تقسيم إريتريا بين إثيوبيا والسودان. أما نظام هيلي سلاسي فقد سعى بشكل حثيث من خلال بث الرعب وحبك الدسائس والمؤامرات في أوساط الإريتريين من أجل ضم إريتريا إلى إمبراطوريته. وقد انحازت الأمم المتحدة إلى الموقف الإثيوبي واتخذت قرارا يقضي بربط إريتريا فيدراليا بالإمبراطورية الإثيوبية، ضاربة عرض الحائط برغبات الشعب الإريتري وتطلعاته المشروعة في استقلاله الوطني. وعلى الرغم من أن شعبنا قبل بهذا القرار الجائر كأمر واقع فرض عليه، إلا أن نظام هيلي سلاسي عمل جاهدا من خلال القمع والتنكيل ولجم كل صوت وطني إريتري على إجهاض القرار الفيدرالي نفسه وإلحاق إريتريا ببلاده. وكان طبيعيا أن يخلق ذلك أجواء مواتية لاندلاع الثورة الإريترية، حيث سادت في أوساط شعبنا قناعة بأن لا مناص من خوض نضال مسلح لانتزاع حقوقه المغتصبة من قبل إثيوبيا. وفي مثل هذه الأجواء وتعبيرا عن رغبة جماهير شعبنا فجرت جبهة التحرير الإريترية من على جبل أدال في الفاتح من سبتمبر عام 1961 الكفاح الوطني المسلح بقيادة الشهيد البطل حامد إدريس عواتي وعدد قليل من رفاق دربه الأبطال. ومثلت هذه الانطلاقة بشرى تردد صداها في أنحاء الوطن الإريتري، وكانت إذانا ببداية المسيرة النضالية الطويلة لشعبنا المعبر عن تطلعاته في التحرر والانعتاق وإقامة كيانه الوطني المستقل. ولم يخيب شعبنا ثورته المسلحة، بل التحق بكثافة رغم القمع والتنكيل الذي مارسته الأجهزة القمعية للمستعمر الإثيوبي. وفي هذه الملحمة النضالية الفذة قدم شعبنا تضحيات جسيمة وثمنا باهظا عربونا مستحقا لاستقلاله الوطني. فإذا عدنا إلى الوراء وتفحصنا سجلات تاريخ شعبنا فلا يمكن أن تمحى من ذاكرته سياسة شعار الأرض المحروقة التي ظل يرفعها ويمارسها نظام هيلي سلاسي ضد شعبنا الأعزل.
فضلا عن محاولاته الدؤوبة لزرع الشقاق والفتن بين مختلف المكونات الإريترية الدينية والإقليمية والقبلية. أما نظام الدرج الذي تولى الحكم بعد سقوط نظام الإمبراطور هيلي سلاسي بعد أن عجز عن إلحاق الهزيمة بالشعب الإريتري وثورته وإركاعهما بقوة السلاح، كما كان يمني نفسه، فقد ابتدع حيل أخرى بهدف استمرار احتلاله لإريتريا، ومن بينها قيامه بتقسيم إريتريا إلى أقاليم ومنح الحكم الذاتي لكل إقليم من تلك الأقاليم. وغني عن الإشارة بأن استهداف الأنظمة الاحتلالية الإثيوبية المتعاقبة على إريتريا للوحدة الوطنية الإريترية يعود لإدراكها بأن قوة أي شعب تكمن في وحدته الوطنية. وإبان مرحلة الثورة وتعاظم دور الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في الساحة الوطنية الإريترية، وبالرغم من كونه تنظيما لا يقبل تعدد الآراء داخله أو خارجه، إلا أن قطاعا واسعا من شعبنا وقف بجانبه لكونه تنظيما وطنيا يقارع قوة الاحتلال الإثيوبي. كما أن التنظيمات الوطنية التي شهدت علاقاتها بالجبهة الشعبية توترا وصراعات حادة داست على جراحاتها وتعاملت بإيجابية مع الجبهة الشعبية أثناء فترة الكفاح المسلح، مما مكنها من تتويج نضالات شعبنا بدحر آخر جندي من قوات الاحتلال الإثيوبي وتحرير ترابنا الوطني في مايو 1991. وفي أول فرصة تتاح أمام شعبنا لتقرير مصيره والتعبير عن آرائه بحرية وبعيدا عن الوصايا والضغوط الخارجية، عبر شعبنا بصوت قوي بنعم للاستقلال في الاستفتاء الذي جرى عام 1993، وأعلن رسميا عن قيام دولة إريترية موحدة ومستقلة ذات سيادة. وبعكس مما كان يصبو إليه شعبنا، فإن إسياس أصدر في 20 من يونيو عام 1991 مرسوما يرسي دعائم نظام ديكتاتوري، حيث حظر النشاط السياسي خارج تنظيمه، وحذر كل من يقوم بأي نشاط سياسي خارجه الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية. وهكذا انفرد نظام الهجدف بالحكم وهيمن بصورة مطلقة على مقدرات شعبنا واقتصاده الوطني، وقام بالتضييق على القطاع الخاص، مما أدى في النهاية إلى إفلاس معظم العاملين في هذا القطاع. وفي سياق سياسة القهر والتنكيل هذه، قام نظام إسياس بقمع مناضل الجبهة الشعبية الذين كانوا يتقدمون بين حين وآخر بمطالب مشروعة لتحسين أحوالهم، وكذلك الأوضاع السياسية في البلاد. كما عانت ولا تزال تعاني قوى المعارضة الوطنية من عملية قمع وتصفية من قبل أجهزة النظام الدكتاتوري، وبذلك قام نظام إسياس بانتهاك فادح لأبسط الحقوق الإنسانية والاقتصادية والثقافية والدينية لشعبنا على مدى ما يقارب 3 عقود بلا هوادة. في محاولة منه لتدجين الجيل الجديد بفكر وثقافة الجبهة الشعبية، قام النظام باقتياد طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة أثناء الإجازات للعمل في مشاريع اقتصادية، كما أجبر طلبة المرحلة الثانوية على الالتحاق بمعسكر التجنيد الإجباري في ساوة فور تكميلهم الصف 11، حيث يقضون سنة دراسية هناك لاستكمال الثانوية، وذلك في أجواء عسكرية تكاد تنعدم فيها أجواء الدراسة والتحصيل العلمي. أما بخصوص الشباب، فقد أحال النظام حياتهم إلى حياة أقرب إلى العبودية، حيث يقضون سنوات غير محدودة من عمرهم وهم يتنقلون من هذا المعسكر إلى ذاك ومن هذه الجبهة إلى تلك. وهروبا من هذا الجحيم، اضطر عشرات الآلاف منهم بالفرار من إريتريا واللجوء إلى دول الجوار ومناطق مختلفة من العالم. وإن استمرار لجوء الشباب بهذه الوتيرة وبهذه الأعداد الكبيرة فإنه يهدد مستقبل الوطن، وإلى انهيار الروابط الأسرية الإريترية وتمزيق النسيج الاجتماعي لشعبنا. والغريب في الأمر أن النظام يعتقل آباء وأمهات هؤلاء الشباب عقابا على هروب أبنائهم، على الرغم من أنهم يهربون من معسكراته وليس من بيوتهم. وفي محاولة منه لبث الرعب والخوف وعدم الثقة في أوساط شعبنا وإطالة أمد حكمه، يقوم النظام بزرع جواسيس في كل مكان حتى داخل الأسر الإريترية، وبذلك كشر النظام الهجدفي عن أنيابه رافضا الإنصات إلى أي صوت سوى صوته.
إلى أن انتهى به المطاف اليوم إلى إقامة أسوأ نظام ديكتاتوري في إفريقيا يتحكم فيه بشكل مطلق فرد واحد. وطبيعي والحال كذلك أن يتحول نظام إسياس إلى العدو الأول والرئيس للشعب الإريتري، وأصبح مثلهم مثل الاحتلالات المتعاقبة على إريتريا إن لم يكن يتفوق عليها، ولا يتورع من القيام بأي عمل من شأنه تفتيت نسيج المجتمع الإريتري، ويمارس سياسة فرق تسد بين مختلف مكونات شعبنا ليسهل عليه تركيعه والسيطرة عليه. وقد عرضت هذه الممارسات غير المسؤولة وحدتنا الوطنية لمخاطر جمة، وبما أن الهوية الوطنية ووحدة الشعب الإريتري ظلت مستهدفة منذ فترة الاحتلال البريطاني وصولا إلى فترة حكم إسياس، فإنه يخشى لو استمر الوضع الإريتري على ما هو عليه حاليا أن تشهد الوحدة الوطنية انتكاسة كبيرة لم تشهدها عبر التاريخ. ونود في هذا السياق أن نعيد بشكل واضح وجلي تأكيد ما ظلت القوى الوطنية التأكيد عليه في أدبياتها، بأن النظام القائم في إريتريا لا يعبر عن مصلحة أي مكون من مكونات شعبنا الجهوية والإقليمية والدينية، بل إنه اختار أن يكون بممارساته الخاطئة عدوا للشعب الإريتري بكافة انتماءاته ومكوناته. إذن نظام هيغدف هو عدو للمعتقدات الدينية المسيحية والإسلامية، وعدو لكل الأقاليم والمكونات الاجتماعية الإريترية، وهو كذلك عدو لقوى المعارضة الإريترية كافة. وانطلاقا من هذه القناعة فإن مسألة حشد الطاقات الوطنية والسياسية لشعبنا في مواجهة نظام هيغدف ينبغي أن تتصدر سلم أولوياتنا الوطنية في هذه المرحلة. ويجب أن ندرك جيدا بأن الحفاظ على الهوية الوطنية الإريترية وصيانة وحدة شعبنا هي السلاح الأمضى في مقارعة عدو شعبنا وهزيمته. ونعتقد جازمين بأن إسقاط نظام إسياس وإقامة نظام بديل ينعم فيه شعبنا بكل حقوقه لا يتحقق إلا عبر الصيانة وتعزيز الوحدة الوطنية. وفي هذه المرحلة التي تخوض فيها المعارضة الوطنية النضال ضد نظام إسياس، فإن محاولة إعادة إحياء دستور الجبهة الشعبية المجمد الذي تم إعداده في جو غير ديمقراطي وإقصائي، ومحاولة فرضه على قوى المعارضة الوطنية حاليا، وكذلك العمل من أجل وضع مسودة دستور جديد كرد فعل على سياسات النظام، يعتبران في رأينا أمران غير مناسبان. ونعتقد بأن إثارة موضوع الدستور في هذه المرحلة لا يعدو عن كونه تأجيج عوامل الاختلاف والفرقة في معسكر المعارضة. في تقديرنا فإن الوقت المناسب لطرح موضوع إعداد دستور دائم أو انتقالي هو بعد سقوط نظام إسياس الدكتاتوري وبداية المرحلة الانتقالية التي تلي سقوطه. وعلى صعيد العمل المعارض نود أن نؤكد بهذه المناسبة الغالية على أن نجاح المؤتمر الثاني للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي الذي عقد في السويد قبل أشهر يعد إنجازا تاريخيا للشعب الإريتري وقواه الوطنية، وإن أثبت للجميع أن لا مستحيل يعوق الإرادة الإريترية المستقلة المسلحة بالعزيمة بين تحقيق الأهداف الوطنية العليا اعتمادا على الذات. ويأتي في هذا السياق أيضا نجاح مهرجان فرانكفورت هذا العام للمجلس الوطني بما يعزز الثقة في العمل الوطني المشترك. وبهذه المناسبة نهنئ قيادة المجلس الوطني ومكوناته على هذا الإنجاز، وفي الوقت نفسه ندعو بقية القوى الوطنية خارج المجلس الانخراط في هذه المظلة الجامعة بغية حشد أكبر قدر ممكن من الطاقات الوطنية وتحقيق التحول الديمقراطي المرتجى في بلادنا. صوت إريتريا الديمقراطية، الفاتح من سبتمبر 2019.
قدمي حافيا دون حذاء، أمشي على قدمي حافيا دون حذاء، واطي على بطني جائعا دون غذاء، واتحمل المشاق من أجل إريتريا. هذا بي جريح وتلك أمي في العرى، هذا بي جريح وتلك أمي في العرى، وأختي لاجأة تواجد كل العناء، باسمكم جميعا تلتحق الثرى. فصرفت العذاب وتسلقت الجبال، في كتف رشاشي أتحدى به المحال، ليعود لي شرفي وسار العم والخال. باسم هذا الفلاح وكل تلك الجراح، باسم هذا الفلاح وكل تلك الجراح، ليس الكلام باح، الوحدة هي النجاح، وحدة كل الثوار النصر والفلاح. مستمعينا الأفاضل، بهذا نصل بكم إلى ختام فقرات برامجنا لهذا اليوم، ودمتم في رعاية الله. صوت إريتريا الديمقراطية.